كانت قرية أرون نائمة في حضن الغابة منذ مئات السنين، بعيدة عن الممالك والصراعات، والبيوت الخشبية الصغيرة مصطفة حول ساحة تتوسطها شجرة سنديان ضخمة يقال إنها أقدم من القرية نفسها. في تلك الليلة كان القمر مائلاً بشكل غريب، ولونه يميل إلى الأحمر الداكن، وهمسات الريح تتسلل بين النوافذ حاملة معها رائحة رماد وحطب محترق. جلس إليان فتى في 16 من عمره عند ضفة النهر يراقب انعكاس القمر على الماء، ومنذ أسابيع والطيور قد غادرت والأسماك اختفت من النهر، وكأن الطبيعة نفسها تحاول الهرب من شيء قادم. العجوز ميرلا كانت الوحيدة التي تحذر قائلة: عندما يتغير لون القمر يعود التاج المفقود ليختار سيده. لكن أحدا لم يصدق إلا إليان. في صباح اليوم التالي استيقظ إليان على طرق خفيفة على نافذته، وكانت حمامة بيضاء تحمل أسطوانة صغيرة مربوطة بساقها، وعندما فتحها وجد كلمات محفورة على جلد قديم تقول: اتبع النهر حتى نهاية العالم قبل أن تبتلع الظلال قلبك. لم يعرف من أرسل الرسالة، لكن قلبه شعر بالخطر، فجمع حقيبته ووضع فيها خبزاً يابسا وسكيناً قديماً وزجاجة ماء، وغادر قبل أن يلحظه أحد. على طول النهر بدأ الضباب يزداد كثافة، وعند الضفة المقابلة ظهرت فتاة ترتدي عباءة داكنة وقناعاً يخفي وجهها، وقالت بصوت منخفض: إذا أردت أن تنجو اتبعني. تردد إليان، لكنه قرر اللحاق بها. كانت تعرف الممرات المخفية في الغابة، وتحذر من صياد الظلال الذين يطاردون كل من يقترب من سر التاج. أخبرته الفتاة واسمها أرايا أن التاج المفقود صنعه الساحر أوران منذ 1000 عام، ومن يرتديه يصبح سيد الظلال قادراً على التحكم في النور والظلام. لكن التاج لعن، وكل من حاول امتلاكه مات ميتة مروعة. قبل 200 عام حاولت مملكة دراكوس السيطرة عليه، لكن الظلال ابتلعتها بالكامل، وتحولت أطلالها إلى مدينة ميتة. بعد أيام من السير وصلا إلى أنقاض دراكوس، المباني مدمرة والهواء ثقيل برائحة الموت. وفي وسط المدينة يقف برج أسود يلمع من بعيد، فقالت أرايا: التاج هناك، لكن الظلال لن تدعنا نأخذه بسهولة. وفجأة خرجت من الأزقة كائنات هزيلة بعيون بيضاء وأسنان طويلة تهاجم من كل اتجاه. استل إليان سكينة وأخرجت آرايا قوسا صغيرة وأخذت تطلق السهام بسرعة، لكن كلما قتلوا أحد الكائنات انقسم إلى 2. عندها تذكرت آرايا تعويذة قديمة، فأشعلت سهما بالنار وأطلقته نحو البرج لتضيء المدينة كلها، فتتراجع الظلال بصرخات حادة. داخل البرج كان التاج موضوعا على قاعدة حجرية. اقترب إليان، لكن صوته الداخلي حذره قائلا: من يلمسني يصبح جزءا مني. وأدرك أن التاج ليس مجرد قوة بل لعنة حية. ومع ذلك وضعه على رأسه، وشعر ببرودة تجتاح جسده، لكن بدل أن يستسلم ركز على صور قريته وأمه وأصدقائه، فبدأ التاج يلمع باللون الذهبي بدل الأسود. بفضل إرادته حول إليان قوة التاج من السيطرة إلى التحرير، فأطلق ضوءاً هائلاً اجتاح المدينة وأحرق الظلال إلى الأبد. وابتسمت أرايا قائلة: لقد كسرت اللعنة، أنت سيد النور الآن. عاد إليان إلى قريته، ودفن التاج تحت شجرة السنديان متعهداً ألا يستخدمه إلا إذا عاد الظلام. لكن في أعماق الأرض كانت عينان حمراوان تراقبان وتنتظران عودة التاج.